العلمانية هي فكرة قائمة على رفض الغيب. ما في غيب، ما في رب، ما في إيمان. كل شيء محسوس ملموس مقبول، كل شيء لا يرى مرفوض. من أين جاء هذا؟ جاء من أوروبا، لأن أوروبا ضربوا الكنيسة وأبعدوا الأساقفة ورجال الدين ونجحت بلدانهم في السيطرة. لماذا؟ لأن التدين اللي كانوا ينطلقون منه غير حقيقي. سيطرة الكنيسة هي سيطرة دين محرف، ليس دين سماوي، ليس الدين اللي أنزل على سيدنا عيسى. وكانوا يعيشون نفس الصراع اللي الآن صدروا لنا بين الجماعات، هو الصراع اللي كانت تعيشه أوروبا قبل مرحلة الثورة الصناعية. كل مذهب من مذاهب النصارى، البروتستانت والكاثوليك والثالث ما أدري من اسمه، يتصارعون فيما بينهم إلى أن سفكت الدماء. ثم فكروا، قالوا خلاص نحن عندنا قوة، نستعمر المسلمين ونأخذ خيرات العرب والمسلمين ونصدر لهم الصراع. نتيجة عمل المستشرقين. شفتم كيف التسلسل؟ درسوا ثم صدروا، وجاءوا بقوتهم العسكرية في بلدان المسلمين وفرضوا على الناس العلمانية ورفض الغيب. في تلك المرحلة أنشئت المدارس الجديدة لتغذي العقول بهذا الفكر. هذه مرحلة الاستعمار وما فيها، التي هي مرحلة السراء.